بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هي مفاتيح الفرج؟ المفتاح الأول سورة الفاتحة، فيها سر عجيب وهي كافية وشافية وهي رقية. المفتاح الثاني قوله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: قولي في كرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. المفتاح الثالث لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم كلمة أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. المفتاح الرابع حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الله قال في كتابه: الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جعل لكم فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله والفضل لم يمسسهم سوءا. المفتاح الخامس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنوز من كنوز الجنة كما في صحيحين. المفتاح السادس كثرة الاستغفار، فإن من أكثر من الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. المفتاح السابع لا إله إلا الله العظيم الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. حديث البخاري. المفتاح الثامن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حديث في صحيحين. المفتاح التاسع يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، وهو من دعاء الاستغاثة وكشف الكرب، كان يقوله صلى الله عليه وسلم. المفتاح العاشر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لنفسي طرفة عين، واصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت. لا تنسى مشاركة الفيديو واجعلها في ميزانة حسناتك، ولا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك للقناة لكي يصل لكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.